السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة فيديو كده عن ميزانية البيت، وازاي ب500 جنيه تقدري تكفي لحد اخر الاسبوع، بطريقة كده هقولك عليها بالتفصيل. تابعي معايا لحد الاخر الفيديو، وبس ما تنسيش اللايك لو عجبك الفيديو واستفدتي اي حاجة، ما تنسيش اللايك. ولو بقى حابة تبعتيلي اي سؤال او اي تعليق، اكتبيلي كده في التعليقات، وقوليلي رأيك ايه، وقوليلي كل حاجة انت عايزة تعرفيها. عندي بقى الميزانية 500 جنيه. ال500 جنيه دول هعمل بيهم ايه؟ هقول لك انا بالتفصيل. اول حاجه كده صلي على النبي. اول حاجه لو معاكي فلوس قليله او كتيره عايزاها تكفي معاكي، عايزاها تنجز معاكي وتجيبي كل الحاجات اللي مطلوبه ان انت تجيبيها، اول حاجه بنعمل ايه؟ بنطلع صدقه. الصدقه دي بتفرق معانا في ايه؟ اول حاجه ربنا بيطرح البركه في القليل اللي معايا او الكتير. ماشي، ربنا بيطرح البركه في الفلوس اللي معايا، فهنطلع الصدقة من الفلوس دي. ال500 جنيه دول هنطلع صدقة حاجة بسيطة، يعني مش هقولك طلعي 50 جنيه صدقة أو 30 جنيه، لا يا ستي طلعي 10 جنيه بس. أو عايزة تطلعي 5 جنيه برضو مش مشكلة، طلعي 5 أو 10. أو مثلا ممكن تعملي وجبة كده صغيرة، ساندوتش، أي حاجة تديها لأي حد يكون غلبان كده، يعني زي وجبة أو حاجة صغيرة كده من الأكل بتاع ولادك، يعني أكن في فرض زيادة معاكي، يعني دي مرة يعني من إيه؟ من الفلوس دي. ماشي، دي تعتبر إيه؟ صدقة وإطعام الطعام، يعني مش عايزة أقولك. ماشي، ربنا هيطرح البركة في الفلوس دي. طلعنا الصدقة اللي هي ال10 جنيه، هيتفضل معاكي الورقة والقلم كده 490. اتفضل معاكي 490 جنيه. 490 جنيه دول متقسمين كده كالآتي. أول حاجة هناخد ال100 جنيه، هناخد 100 جنيه أو 90 جنيه عشان نبقى إيه مظبوطين. ال90 جنيه دول هجيب بيهم إيه؟ هجيب بيهم أول حاجة مكرونة ورز. مكرونة ورز ب90 جنيه. هتجيب 2 كيلو رز. الرز هتلاقيه ب30 جنيه، هتجيبي 2 كيلو رز 60، وهيتفضل معاكي 30 جنيه هتجيبي بيهم كيلو ونص مكرونه. خلاص ماشي. ال100 جنيه التانية بقى هجيب بيها ايه؟ هجيب بيها بصل وبطاطس وطماطم. ماشي، البصل دلوقتي رخيص، هتجيب 2 كيلو بصل، هيطلعوا البصل ب6.5، قولي هيطلعوا ب12 جنيه، او كيلو ونص ب10. ماشي، هجيب البصل وهجيب الطماطم والبطاطس. ازاي؟ انا هجيب البطاطس اللي هي رخيصه شويه، اللي هي الصغننه شويه. خلاص، وهجيب الطماطم. يا اما هتجيبي الطماطم هتروحي تجيبيها الصبح بدري، اللي هي بتاعت وش القفص دي، اللي هي فيها خبطه، فيها مش عارف ايه، مفتوحه كده يعني، بس حلوه وجديده يعني، لسه الراجل منزلها دلوقتي. وهتعملي ايه؟ هتقطعيها وتنضفيها وتغسليها كويس وتحطيها في الكيس وتحطيها في الفريزر. خلاص، فمش هتبوظ منك. ماشي، ما تروحيش بقى اخر النهار لان الطماطم هتكون ايه؟ باظت عند الراجل، او ممكن ما تلاقيش اصلا. فدي بيبقى سعرها ارخص من الطماطم العاديه، والبطاطس اللي الصغيره دي هتبقى سعرها ارخص من البطاطس العاديه. هتقولي لي بقى البطاطس الصغيره دي هتروح نصها في القشر؟ لا، مش هتروح نصها في القشر ولا حاجه. كده كده انتي بتعملي ايه؟ كده كده البطاطس الكبيره بنقشرها بتعمل برضو قشر كبير. يعني انا شايفه ان الاتنين واحد. الصغيره دي هتقشريها هيطلع نفس كميه القشر من البطاطس الكبيره، هي جربيها وهتلاقي. ماشي ماشي. ايه تاني؟ البصل. هنجيب الايه؟ البصل. شوفي بقى تجيبي قد ايه، بتستخدمي بصل كتير هتجيبي مثلا كيلو ونص او 2 كيلو. البصل دلوقتي رخيص ب6 جنيه و6.5. هتجيبي ايه اللي انت عايزاه؟ هتجيبي 2 كيلو مفيش مشكله، والفلوس اللي هتكفي معاكي هتجيبي منها مثلا 4 كيلو طماطم او 3، وهتجيبي 2 كيلو بطاطس. ماشي. طيب عايزين 100 جنيه التالتة. طيب ال100 جنيه التالتة بقى، ال100 جنيه التالتة هتجيبي عدس، فاصوليا، عدس بجبة وعدس اصفر. خلاص، وهتجيبي شعرية
وهتجيبي ايه، ممكن تجيبي لوبيا، وممكن تجيبي لوبيا وفاصوليا، او لو ولادك مش بيحبوها مش مشكله خلاص، يبقى هتجيبي فاصوليا او لوبيا. شوفي ولادك بياكلوا ايه وهتجيبيها. وهتجيبي عدس، وهتجيبي عدس اصفر وعدس ايه بجبه وشعريه. كل ده ربع 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 ربع. الشعريه ممكن ايه نجيبها واحنا بنجيب المكرونه، يعني تقولي مثلا هتجيبي نص كيلو شعريه. خلاص. طيب ادي الجنيه التالتة. ال 200 جنيه بقى، 200 جنيه دي انا هقول لك هتعملي ايه. ال 200 جنيه دي انا مش هقول لك روحي بقى هاتي لحمه مستورده، ولا لحمه مفرومه مستورده، ولا كبده مستورده. ماشي، هنجيب لحمه بلدي وكبده بلدي، قصدي لحمه بلدي، وهنجيب ممكن نجيب بانيه، ممكن نجيب فراخ. بس يعني انا مش حابه ان انت تجيبي حاجه مستورده. ليه بالذات اللحمه المفرومه؟ لان اللحمه المفرومه المستورده دي الراجل بيفرمها، بيحط لك عليها حاجات كتير جدا، اوقات كتير بتبقى فيها ساعات بتبقى ريحه سمك فيها. ليه؟ بيضيفوا السمك، انا مش بكدب عليكي والله، بيضيفوا السمك، بيضيفوا الكبيبه والكفته اللي باقيه عندهم، بالذات بتاع المجمدات ده بيضيف لك بقى كل الحاجات اللي كانت باقيه عنده، اللي باقيه في الصينيه دي، شويات من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، حتى السمك بيروح ايه فرمه مع اللحمه وتبقى لحمه مفرومه. غير كده ان هي مش صحيه اصلا نهائي. وبعدين انت هتوفري وهتجيبي لاولادك حاجات مستورده، لا قدر الله لا قدر الله حد يتعب منهم، هتصرفي الفلوس اللي انت وفرتيها على الدكاتره. فانت تعملي ايه؟ هتجيبي بقى لحمه، يا اما هتجيبي نص كيلو لحمه مفرومه عاديه من الجزار، جملي بقى او كندوز، او وكمان هتجيبي نص كيلو كبد وقوانص. ماشي، هتحطي الكبد والقوانص هتقطعيها كده صغير، وهتحطي عليها بصل، وهتحطي عليها فلفل، وتعمليها بقى جنب مكرونه وبطاطس، هتكفي معاكي وهتشبع الولاد وزي الفل ومفيهاش اي مشكله. طيب النص كيلو اللحمه المفرومه هنعمل بيها ايه؟ هنعمل بيها ستي هنقسمها نصين. النص الاولاني ده هعمل منه كفته رز، يعني انا هجيب الربع المفروم هحط عليه هحط عليه ربع كيلو رز، او مثلا بتاع 300 جرام رز، هيعملوا لي حوالي نص كيلو كفته. هتحطي كملي بطاطس، هتحطي مثلا نص كيلو بطاطس، هتقطعيها كده مع الكفته بعد ما بتعمليها وبتحطيها في الصلصه. الولاد بيحبوها جدا، بيحبوها اكتر من الكفته نفسها. فكده دي هتبقى وجبه مشبعه للولاد وصحيه في نفس الوقت. تاني حاجه ممكن اجيب ايه؟ ممكن اجيب نص كيلو بانيه وربع كيلو مفروم. ماشي، نص كيلو بانيه وربع كيلو مفروم جملي مثلا. هعمل برضو كفتة الرز، والبانيه بقى هعمله ممكن اقسمه نصين، نص كيلو البانيه ده اعمل ربع كيلو بعمل بيه مكرونة بشاميل مثلا، والتانية ممكن اعملها كفتة فراخ، او ممكن اعمل البانيه عادي زي ما احنا بنقليه كده. شوفي بقى اولادك هيحبوا ايه واعمليه. طيب انا بقى ممكن اعمل ايه تاني؟ انا كده عندي وجبتين لحوم. ماشي، هعمل مثلا كشري، وممكن اعمل بقى ايه، ممكن اجيب مثلا كيلو كوسه واقطعه كده حلقات، واعمل خلطه الرز بتاعه المحشي واحط عليها الكوسه، بيبقى طعمه حلو جدا زي المحشي بالظبط، حلو جدا، والولاد مش قادره اقولك بيحبوه قد ايه، وهيوفر معاكي وهيعمل كميه حلوه جدا. وممكن كمان تعملي مثلا وجبه العدس الاصفر والرز، وممكن تعملي الفاصوليا مع الرز. شوفي بقى كده وصنفي كده انت براحتك، وهيوفر معاكي، وهتعملي كل يوم وجبة مشبعة للولاد، وهتبقى صحية في نفس الوقت، وفي نفس الوقت احنا ما كلفناش فلوس كتير. ماشي، قدامك بقى ان انت تختاري الوجبات اللي ولادك بيحبوها، وفي نفس الوقت هتكون تعمل معاكي كمية حلوة عشان ولادك تكفيهم ويشبعوا. زي ايه برضو تاني؟ زي ان انا ممكن اعمل كفتة عادية واحطها اللي هي صينية البطاطس عليها كفتة بربع مفروم عادي، وتطلع حلوة جدا وجميلة وتكفينا كلنا. كده هنبقى مشينا الاسبوع بال 500 جنيه دول. في نفس الوقت كلنا اكل صحي، اكلنا ولادنا اكل صحي، ما جبناش حاجة مستوردة من بره الله اعلم معمولة ازاي، وفي نفس الوقت مشينا على قدنا. ما تنسيش بقى لو عجبك الفيديو تعملي لايك جميلة بتاعتك، وكمان اشتراك علشان هنزلك فيديوهات. الفيديو اللي جاي ان شاء الله عن التوفير، هتوفري من حاجات محدش قالها لك قبل كده. تابعيني واعملي لايك للفيديو ده، ومع الف سلامة.